من ضمن المراحل المرهقة جدا عندنا في موضوع الخشب هو مرحلة التجفيف. مرحلة التجفيف تحتاج طول نفس، تحتاج صبر، عشان لو الخشبة ديت اللي انت بتشتريها ب 30 جنيه مثلا كان فيها مشكلة، انت مش بس هتخسر خشبة انت هتخسر عفش بيتك كله. يعني لو في سوسة في الخشبة دي عفش بيتك كله ممكن يخرب. ايه هي مرحلة التنشير؟ احنا بننشر الخشب بيفضل كده فترة تقريبا تخش في شهرين، شهرين ونص، لحد ما يطلع كل الرطوبة اللي جواه، كل الحاجات اللي ممكن تكون حاصله بسبب الهواء او بسبب الميه او بسبب عوامل الجو يعني، بتطلع بالطريقه دي. بنشغل عليه المروحه بعيده شويه ونسيبه ينشف ويطلع الميه اللي جواه بالراحه خالص، لان احنا لو نشفناه بسرعه وحطيناه على حراره هيشقق. اوعى تشتري خشبه مش متاكد 100% ان هي متجففه ومتجففه كويس. طبعا بعد كده بقى بيخش في مرحله الصنفره، بعد كده مرحله العزل، عشان تتاكد ان الخشبه بتاعتك ديت ناعمه شكلها حلو. نشيل كل الحاجات اللي عليها من بره وكل التراب او كل الرطوبه او كل العفن اللي حصل عليها من بره او كده. بعد كده بقى ندي لها طبقتين ثلاثه اربعه عزل، بحيث ان احنا نتاكد ان الخشبه دي جاهزه ان هي تقعد معانا في البيت. وطبعا الخشب يستحق كل المعاناه ديت ويستحق كل التعب ده، لان انت مجرد ما تبص على الخشبه بتاعتك بعد ما تكون ظبطتها وصنفرتها ونعمتها، انت ممكن تقعد تبص عليها طول حياتك. الخشب ده بقى ممكن يطلع منه افكار كتير قوي، زي انك بقى تشغل دماغك وتصبه كونكريت او ترسم عليه او تعمله اكريليك بورنج او تعمله على مرايه. الافكار كتير قوي وبتكلفه بسيطه جدا. بالمناسبه بقى هنعمل عرض على اخر شحنه جايبينها وهيبقى عليها خصم كبير جدا. اكتب لنا في الكومنتات او ابعت لنا رساله وهنبعت لك اي اوردر انت عايزه خلال 3 ايام، وهنصور لك كل قطعه قبل ما تجيلك.